إذا شعرك هايش وعم يتطاير بشكل دائم وبدك طريقة لتتخلصي من هالمشكلة هاي بشكل نهائي، تابعي معي هالفيديو للأخير. السلام عليكم، أنا بدرة، أخصائية بالعناية بالبشرة والشعر. فلو بدك تضلي حلوة دوما شوفي الفيديوهات الموجودة بقناتي، وإن شاء الله رح تستفيدي كتير وتنضمي لعيلتنا على اليوتيوب. كمان عم ننزل على التليجرام معلومات ونصايح مهمة لجمالكن، اشتركوا فيها، الرابط رح يطلع فوق. بالبداية، شو المقصود بالشعر الهايش؟ شو هو الشعر الهايش؟ الشعر الهايش هو الشعر اللي فقد مرونته ورطوبته، وهالشي بيصير بسبب عدة عوامل وأسباب. أول سبب الرطوبة العالية، فلما يمتص الشعر الرطوبة من الهواء بيبدأ بالتجعد. أما تاني سبب فهو استخدام السشوار والمكواية وأدوات تصفيف الحرارة بشكل كبير وبدون أي واقي، وهالشي مضر ورح يخلي الشعر يتلف. أيضا الحرارة رح تخلي الشعر يفقد رطوبته الطبيعية، وهذا بيخلي الشعر هش وأكثر عرضة للتجعد. وأيضا من الأسباب المهمة لهيشان الشعر هي نقص التغذية. الشعر ليبقى صحي ولامع بده عناصر غذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن. حكيت عن هالموضوع وشو دور التغذية بإنبات الشعر بفيديو سابق، رح أترك لكم الرابط تحت بالوصف. اللي عم يعاني من شعر هايش ومتطاير حطولي رقم 1 بالتعليقات. طيب كيف بدنا نتعامل مع نوعية الشعر هاد؟ في مجموعة خطوات لازم تطبقوها لتحسنوا صحة الشعر الهايش وترطبوه. أول خطوة استخدام قناع أو ماسك من الشاي الأخضر. الشاي الأخضر مفيد جدا، سواء شربناه أو عملنا منه ماسكات، فهو بيرطب الشعر وغني بمضادات الأكسدة المهمة لصحة الشعر وحتى لصحة البشرة. كيف بنعمل ماسك من الشاي الأخضر؟ خلطي معلقتين من الشاي الأخضر بعد ما تغليه وتخليه يبرد شوي مع معلقة من زيت الأرجان. بنوزع الماسك على الشعر وبنتركه حوالي نص ساعة، وبعدها اغسليه بالماء الفاتر، راح يعطيكي نعومة كبيرة للشعر ويخلصك من الهيشان. كمان بنصحك تطبقي ماء الأرز، انقعي الأرز لمدة نص ساعة وبعدها صفي الماء واستخدميه كغسول بعد الشامبو. وبتقدري توزعي الزيوت على الشعر مثل زيت اللافندر وزيت الأرجان، أما خلطيهم أو بتقدري تحطي كل زيت لوحده، وهذا مو بس رح يحسنوا صحة شعرك، كمان رح يعطوا ريحة كتير حلوة للشعر. وهلا عرفاني حابين تشتركوا بالقناة لكن نسيتوا، يلا اشتركوا وتابعوا معي بقية الخطوات. بتعرفي أحيانا سبب هيشان شعرك هو تسريحة الشعر بحد ذاته، لهيك بنصحك بعد ما تغسلي شعرك تقسميه لخصلات وتضفريه وتركي الضفاير لتاني يوم، ورح تتفاجئي تاني يوم بشعرك الناعم والمتموج وما رح تلاقي أي هيشان. أيضا ضروري تجففي شعرك بدل المنشفي بقميص قطني قديم، فالأقمشة الناعمة بتقلل من الاحتكاك والهيشان. وكمان حاولي لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين بالأسبوع إذا كان دهني، ومرة كل 5 أيام إذا كان جاف، مشان تحافظي على زيوت الشعر الطبيعية. ولما بدك تمشطي شعرك أول شي فككي التشابك بأصابعك، وبعدها مشطيه بمشط واسع الأسنان حتى ما يتلف الشعر، أو استخدمي فرشاية خشب لتوزيع الزيوت الطبيعية من الفروة للأطراف، وتقللي من الكهرباء أو الشحنات الساكنة اللي بتسبب هالهيشان هاد. صبايا أمشاط البلاستيك بتزيد هالشحنات، نصيحة لا تستخدميها. الألوفيرا أيضا مرطب طبيعي وبيقلل الهيشان، طبقيه بعد ما تمشطي شعرك أو اخلطي مع الألوفيرا شوي من زيت جوز الهند. وبتقدري تعملي بخاخ وتطبقيه طول اليوم. كيف بتعملي البخاخ؟ خلطي ماء مع قطرات من زيت جوز الهند ورشي كل شوي من هالبخاخ على شعرك لترطبيه وتغذيه بشكل دائم. وهلأ رح أعطيكم روتين يومي للتعامل مع الشعر الهايش. أول خطوة اختيار شامبو وبلسم مناسبين للشعر، فضروري يكون الشامبو والبلسم ما فيهم كيماويات أبدا،
ويكونوا مليانين مرطبات. لما تشتروا الشامبو والبلسم ابحثوا عن مكونات مرطبة تلاقوها بالشامبو مثل زيت الأرغان، زيت جوز الهند أو زبدة الشيا. بنصحكم بالشامبوهات العضوية الطبيعية مثل شامبو جانوزي من DXN. ثاني خطوة غسل الشعر بماء فاتر وليس ساخن، فالماء الساخن بيجفف الشعر وبيتلفه وبيخليه هايش أكتر. أما ثالث خطوة فهي تطبيق البلسم بعد الشامبو، بس لا تحطي بلسم على الجذور، اوعها، وزعيه من منتصف الشعر حتى الأطراف واتركيه حوالي 5 ل 6 دقايق قبل شطفه. أيضا ضروري جدا استخدام قناع مرطب مرة أسبوعيا. بنصحك تجربي ماسك الموز مع العسل، جدا جدا مفيد، بيرطب وبيغذي وبيقلل الهيشان. كيف منحضره؟ هرسي موزة وحدة واخلطي معها شوية عسل، وبعدها وزعي الماسك على الشعر واتركيه حوالي نص ساعة، وبعدها اشطفيه بالماء الفاتر. في فيديو رح يطلع فوق عن أفضل زيت لإنبات الشعر، شوفوه بيفيدكم كتير. شكرا للمتابعة، بشوفكم بفيديو جديد، سلامات.